بصي يا ست الكل، بحبة لحمة عندك في التلاجة، عارفين التلاجة بتاعتي؟ ايوه، هي حبة لحمة وحبة صلصة بيتين عندك، من حبة كشري، او تعملي صلصة سريع كده وتعملي احلى طاجن مكرونة بنجيبه لاولادنا بالشيء الفلاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص، عملنا بقى الكشري، يبقى نعمل كل حاجات الكشري، محلات الكشري. هنعمل طاجن المكرونة اللي لا يعلى عليه. حبة لحمة معصجة يا ست الكل، ما عندكيش عصاجي حبة لحمة زي ما احنا عملنا اهو. انا دي كانت عندي في الفريزر، زي ما انتم عارفين انا بعصج واشيل في الفريزر. ماشي، انا عصجت حبة اللحمة اهي. وكان عندي صلصة بقية الكشري، زودتها حبة مية وبس. ما عندكيش، هتحطي حلة فيها حبة زيت وتنزلي عليها بالطماطم بتاعتك لحد ما تتسبك كويس. هتزوديها بقى بعد ما تتسبك حبة مية عشان تبقى خفيفة، عشان المكرونة هنحطها ني تبقى خفيفة. وحطي توابلك ملح وفلفل وكمون وكزبرة ناشفة بس، وحبة توم مفرومين، هو ده بس. لكن انا عندي كده كده الصلصة بقية الكشري اهو موجودة، ومكرونة قلم، اي نوع مكرونة. هنا عندي المكرونة الصغيرة، القلم الصغيرة دي، بصوا جميلة قوي دي للطواجن. تعالوا نسمي بسم الله ونشوف هنعمل ايه. بصوا اهو، الاول هنزل عليها باللحمة، طبقة بقى زي ما انت عايزة، طبقة كبيرة طبقة صغيرة اهي كده، حلوة قوي. واضغطي عليها كويس قوي اهو زي ما انتوا شايفين، حاجة سهلة مفيش اسهل من كده. ونجيبها بالشيء الفلاني ومش عارفين عاملينها بلحمة ايه ولا محطوط فيها ايه، وما فيهاش كمية اللحمة دي طبعا، وتجيبيها بالشيء الفلاني. ماشي، هنزل عليها بالمكرونة اهي. خلي بالك ما تنزليش بالمكرونة كتير عشان المكرونة هتكتر اهي. ماشي اهي. نعمل الطاجن التاني. حط اللحمة اهي، كده اهو، بس كده اهو. يبقى كيس 400 جرام يعملوا لك 2 طاجن. هعمل طاجن وسط. الطاجن ده الفرد، ده مثلا لفردين اهو. ماشي، وفيه هعمل واحد كبير برضو. اضغطي اللحمه كويس قوي اهي. هنزل عليه بالمكرونه، مكرونه قلم عاديه. برضو ما تمليش الطاجن قوي عشان يديله نسبه كده ليكبر اهو كده. هنجيب بقى الطاجن الكبير خالص اهو ونحط فيه اللحمه. بصوا اهو، هزود بقى اللحمه اهي كده، شايفين اهو. وهنزل عليه بالمكرونه برضو. احنا ننزل بالمكرونه ندوس عليه جامد اهو كده اهو. بصوا اهي كده عملنا 4 طواجن. نشوف بقى هنعمل ايه تاني. تك عليه كويس عشان اللحمه تثبت. بصوا بقى يا ستي الصلصه، بصوا الصلصه ولا تخينه ولا خفيف، بس نخففها شويه ما نبقاش تقيله قوي. يعني كده انا بعد ما اخلص هحط لها حبه ميه عشان تسوي المكرونه. او بصوا هجيب بقى كوبايه ميه احطها عليها خفيفها شويه، هي كوبايه ميه بس اهو. هننزل عليها بالطاجن ده بسم الله. برخرة هتستوي تبقى زي الفل. ده الطاجن اهو. بس بصوا بقى، انا شايفاها تقيله هزود لها ميه برضو. ميه يا فاتن؟ ده صلصه، ما تخافوش والله، هشوفوا الدنيا هيبقى فيها اهي. بس كده هظبطها وارجع لكم. بصوا اهو الميه ما تملهاش قوي عشان ما يتعجنش، تبقى مفرفره كده وجميله. بس هنعمل ايه بقى؟ هنجيب ورق فويل ونغطي الطواجن بتاعتنا. حلوه قوي كده اهو. بصوا بس كده اهو. اول واحد، التاني غطيه كويس قوي، حطيه على الفرن نص ساعه ونطلعه اول ما يستوي. بصوا الطواجن دي انا هغطيها بالغطا بتاعها بس اهو
كده اهو. بس دي هغطيها بالفويل عشان ايه تكتمها، لكن دي مش مليانه قوي اهو. بس وهنحطها بقى في الفرن تستوي نص ساعه على الايه الرف الوسط، ماشي، على اعلى درجه عشان تستوي. بعدين اول 10 دقايق على اعلى درجه، بعد كده نوضي الفرن وان شاء الله نشوفها لما تطلع. بصوا بقى رجعنا لكم بعد المكرونه في طاجن المكرونه بتاعنا ما خلص. بصوا بقى، بصوا حلاوته وجماله اهو. اسهل طريقه مكرونه في الدنيا ممكن تعمليها بحبه صلصه عندك بايتين او مركونين، هتطلعيها وتعملي احلى مكرونه طاجن. الطاجن ده مش هنجيبه طبعا باللحمه المفرومه دي كلها ولا الكميه دي، بس لو عجبكم الطريقه ما تنسونيش في اللايك والشير. ايه رايكم؟ بصوا بقى حلاوته اهي، بصوا ماسكه في بعض مش معجنه ولا حاجه. ابصوا لحسن تقولوا معجنه اهي، بصوا الواحده بوحدتها اهي. يا جماله يا حلاوته، الله بجد جميله قوي قوي. لو عجبتكم الطريقه ما تنسونيش في اللايك والشير. سلام عليكم.